أهلا 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 يا أصدقاء. أنا إسراء وده بودكاست إسوة. البدايات، كلنا بنحب البدايات وبنستنى نشوف شروق الشمس كل يوم، وده لأن في دافع من جوانا بيقول لنا إن البداية الجديدة دي ممكن تدينا فرصة جديدة ونقدر نصلح اللي فات، وده بس لو جت بداية جديدة. وده بيفكرني بمقولة الفيلسوف ماركوس أوريليوس: بالرغم من أنه يمكن أن نعود إلى الوراء لصنع بداية جديدة، إلى أنه يمكن أن نبدأ من الآن في صنع نهاية جديدة. وزي ما قال أفلاطون: كل بداية ليها نهاية، وهذه النهاية هي البداية لشيء آخر. عشان كده دعونا من أخطاء الماضي وهيا بنا نفعل أخطاء جديدة، بس المرة دي بقى أخطائنا هنتعلم منها، ولو وصلنا للنهاية هنعتبر النهاية هي بداية لخطوة جديدة، خطوة هتوصلنا للي بنجري وراه وبنتمناه دايما، ولكن المرة دي بحكمة وفهم أكتر. ففي البودكاست هشارك معاكم تجاربي وقراءاتي، ومفيش مانع كده من إضافة شوية رغي وحكاوي وتجارب حياتية. وعشان في اختلافنا حياة، ولولا وجود الاختلاف ده مش هيكون في حياة أصلا. ففي النهاية عايزاك انت اللي ترسم طريقك وتحط السلم بتاعك اللي هتطلع عليه، لأنه مفيش أي حد هيقدر يعمل ده إلا انت، عشان انت الوحيد الواعي بنفسك، وانت الوحيد اللي لازم تكون أسوة لنفسك. تابعوا الحلقات على كل بلاتفورمز البودكاست وعلى قناة إسوة على يوتيوب، ودايما مرتاحين وفي سعادة وسط اللي بيحبوكم واخترتوهم يكملوا معاكم في طريقكم. أشوفكم في بداية جديدة ويوم جديد سعيد كله هنا وفرح. هنتظر كل الكومنتس بتاعتكم وهسمع صوتكم. دمتم إسوة لأنفسكم.